انتهت قبل قليل قرعة كأس افريقيا للأمم المغرب 2025 بحفل رائع وعالمي ما شاء الله، بحضور فنانين عالميين. ولكن البداية كانت بكلمة فوزي القجع، وموراها كانت كلمة موتسيبي، موراها دخلوا المغنيين، كان حاتم عمور، كان جيمس، كان هذاك رضوان العالمي المعروف، المغني رضوان العالمي المعروف. تابع في هذه الصورة شعار الكان بشعار الزليج الجزائري يا عمار عمور. الزليج الجزائري ثقافتنا وتراثنا، نظن بلي ان كاشي خاص بالجزائريين. ان شاء الله برك الله برك يعطي التفاؤل للاعبين، ولما لا نديروا بطولة في المستوى ان شاء الله. يكون فيها الخير وزيتوا لي لاكوب تاعنا، لما لا. وبعد موراها جات القرعه، ولكن قبل بها الشيء كان واحد التنظيم رائع. كانت المدن يعني وراو المدن ما شاء الله، يعني مدينه الرباط، مدينه اذرع، المدن كاملين تقريبا، مدينه الرباط، كازابلانكا، طنجه، يعني واحد الحاجه وراوها ما شاء الله. غادي نحط لكم تصاور هنا ديالهم في الاول ديال المدن، قبل بها ديال موتسيبي والقجع، نحط لكم ديال المدن. والمدن ما شاء الله يعني مراكش، اكادير، كانت حوايج رائعه. سيرتو عاود التصوير كانت بي ان سبور يعني. ولما لا، على عندنا كل الامكانيات نسترجعوها حتكون احسن هديه خاصه للاعبين اللي راهم في نهايه المسيره تاعهم باش يخرجوا على الاقل براس مرفوع. ماذا يعني ان تلعب ايضا كاس افريقيا في المغرب، في بلد من شمال افريقيا، في ظروف مناخيه نعرفوها مليح، وانت تعرف انه تلعب كاس افريقيا في هذه الاجواء في شمال افريقيا، يكون مستوى من نوع اخر. يعطيك الصحه. نظن بلي حتى التدريبات او الحسابات اللي ديرهم الكليما، المناخ او الرطوبه او الحراره راح تنحيها جانبا. كانت حاجه عالميه، حاجه رائعه. ما شاء الله، يعني كان تنظيم رائع في البدايه، من البدايه ديالو للنهايه ديالو. وسيرتو في هذاك الشيء ديال يعني ديال المدن، كيفاش كان التصوير ديالهم في تقديم المنتخبات لي شابو المغرب، الجزائر، مصر، مصر، السينيغال، الكوتيفوار، اللي كانوا على هذوك كاملين تقريبا ديال المنتخبات. وراوهم يعني في حاجه زينه ما شاء الله. راني حطيت لكم كاع التصاور ديال البدايه هذه، يعني حاجه تفتخر بها. حفل افتتاح بدا وبهذا الروعه وهذا الجمال ديال المغرب. يعني الناس هذه اللي كتشكاو مازال راك عارف عندهم هما المشكل، كانوا يتفرجوا على صحافه الزيكو، على بالكم راه تفرجوا الحفل الافتتاح، تفرجوا كل شيء، والداخل ديالهم يتحرقوا لينا وما مخلصين باش يهضروا على المغرب بالخايب. يعني ماشي تقولوا دير يهضر بقلبه ولا والله غير مسكين مخلص ودامرينو على راسو صافي. راه تاع داك القفطان، داك البنت ديال القفطان، راه جبتها في واحد لاباج هضروا كاع القفطان وما عرفوش بالقفطان المغربي باش تعرفوا ما ديروش عليهم وصافي. راه مرار وراه كانوا يتفرجوا، راه القجع يمكن راه كانوا يتفرجوا ما يقدروش كاع يطفيو التلفزيون، سيرتو بي ان سبور، راه يتفرجوا له واستمتعوا باللغه العربيه والهضره ديالو، وتفرجوا للرضوان، تفرجوا لحفل الافتتاح. ولكن واخا الداخل ديالهم كاين ناس مرار يبغيو يستفزوا باش يجيبوا المتتبعين باش يديروا لهم لايكات. دروك ندخلوا للقرعه. اللي كانت قرعه متوازنه، يعني ما شاء الله قرعه متوازنه. المجموعه الاولى المغرب هو اللي كان غادي يحطوا على المجموعه الاولى ضروري باش يلعب في مدينه الرباط، وهو راس المجموعه. طاح مع مالي، زامبيا، جزر القمر. عنده المقابله الاولى، راني درت لكم المجموعه ديال المغرب هنايا. عنده المقابله الاولى مع جزر القمر، ثاني مقابله مع مالي، ثالث مقابله مع زامبيا. نهار 21 المقابله الاولى الافتتاحيه مع جزر القمر، غادي تندار في مدينه الرباط، في ملعب يعني عالمي وكبير، ملعب 70,000 متفرج. هذه وحده. المجموعه الاولى. هذه المجموعه الثانيه كان فيها مصر، جنوب افريقيا، انغولا، زيمبابوي. يعني مجموعه شويه، يعني جنوب افريقيا واحد تعرفوا جنوب افريقيا وانغولا راه ما عندهم تراجع. انغولا العام اللي فات راه دار تعادل مع الاخرى، مع نيجيريا، راه مشاو للبيلانتيات. جنوب افريقيا راه شفتوا واش دارت مع المغرب، يعني الركراكي والخطا ديالو سي حكيمي، يعني والخطا ديال ضربه الجزاء باش خرجت. جنوب افريقيا يعني مع مصر وزيمبابوي، يعني فروق يعني متوازنه. يعني تقدر تقول مصر وعندها مجموعه يعني متكافئه. جنوب افريقيا ماشي سهله، كونغولا ماشي سهله، وغادي تكون ارضيه ميدان، وسيرتو غادي يلعبوا في اكادير يلعبوا في اكادير ومراكش، يعني الجو شويه بحال ديال مصر، انتم راكم عارفين. كاين المجموعه الثالثه فيها نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا. تونس راه ما عندهاش مدرب، تونس راه فريق يعني مضعضع،
اوغندا شفناهم في التصفيات، نقدر نقول ان المجموعه الثالثه هي شويه قاصحه شويه، لانه سيرتو نيجيريا واوغندا حتى تنزانيا ما يلعبوا، حتى تنزانيا يلعبوا وتونس طاحوا في وسطهم. نتمنوا التوفيق للمنتخب التونسي، ونتمنوا لهم ان شاء الله يتكالفوا، ونتمنوا لهم ان شاء الله طريق مليحه. واش هو تونس يعني فريق راه اللي بدون الهويه ديالو مشات، واخا هما يطلعوا للدوزيام تور ويقدروا يصارعوا، لانهم يطلعوا ثلاثه من المجموعه راكم عارفين. السنغال، الكونغو الديمقراطيه، البنين، بوتسوانا. السنغال في الطريق شويه مفتوحه، يعني السنغال مع الكونغو الديمقراطيه شويه كاين الشراسه، البنين كذلك، ولكن بوتسوانا مع احتراماتي لهم يعني فريق شويه عيان يعني هذه صراحه تقال. المجموعه الخامسه فيها المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو، مع غينيا الاستوائيه، السودان، الجزائر، غينيا، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه، السودان. السودان شفنا الباركور ديالها. بوركينا فاسو ديجا طحنا معاها في لاكوب دافريك، عندنا دودو. اقصائيات كاس العالم ربحناهم وربحونا، يعني ماتشات يعني مع بوركينا فاسو ماتشات قاصحين، وبوركينا فاسو يعني فريق يعني قوي، وغينيا الاستوائيه هي فريق قوي. قصاتنا في الكاميرون ونعقلوا عليها بان زيرو، وماشي سهله، منتخب ماشي سهل، وغادي يكون يعني صعيب باش تربحه. المجموعه السادسه والاخيره اللي فيها ساحل العاج، الكاميرون، الغابون والموزمبيق. مجموعه ديال كوتيفوار، الكاميرون يعني ديربي قوي. الغابون شفناه في الجروب ديال المغرب في الاقصائيات، ولكن بحال كاس افريقيا راه شويه يكون ماشي ساهل. الغابون فريق يعني ماشي ساهل. ساحل العاج والكاميرون والموزمبيق، هذا هو اللي كان في المجموعه السادسه. والمقابلات اللي على بالي انا اللي شفت، يمكن مصر اللي غادي يلعبوا في اكادير ومراكش، يعني تقريبا اكادير ومراكش. المغرب غادي يلعبوا في طنجه. الاخرين مازال ما عارفش فين غادي يلعبوا بالضبط. كاين اللي غادي يلعبوا في فاس، مجموعه يمكن ديال السنغال، ديال نيجيريا غتلعب ما بين فاس والرباط، ديال السنغال حتى هي تلعب ما بين طنجه والدار البيضاء يمكن، ولا طنجه والرباط. من المقابلات الاخرين مازال ما عارفين بالضبط فين غادي يكونوا كاملين، يعني كاملين المجموعات فين غادي يكونوا. الجزائر ممكن تلعب هي في طنجة، ولا تلعب في مراكش وطنجة، مازال ما عارف انا الجزائر بالضبط والله. يعني هذوك اللي شفتهم غير في الاول، مازال غادي نحكيو عليها ان شاء الله باذن الله. مقابلات متوازنه قلت لكم، يعني ما شاء الله افتتاح كان رائع. رضوان، كان افتتاح عالمي. تنظيم احترافي يبهر العالم ويربك الإعلام الجزائري. قرعة البطولة الإفريقية بالمغرب أظهر المغرب مرة أخرى قدرته على تنظيم الأحداث الكبرى بشكل احترافي خلال مراسم قرعة البطولة الإفريقية التي أقيمت في أجواء مبهرة بالعاصمة الرباط. من قاعة الحفل المزينة بالزليج المغربي التقليدي إلى الإخراج البصري المذهل، نجح المغرب في تقديم صورة حضارية راقية تعكس تفوقه التنظيمي. الإعلام الجزائري لم يستطع إخفاء توتره، حيث انهالت الانتقادات على كل تفاصيل الحفل، من الشعار المستوحى من الزليج المغربي إلى الأجواء الاحتفالية التي نالت إشادة واسعة من الحضور.